طالب طب في المؤتمر السنوي لأسرة CBS. نزلنا كلمنا الناس عن هدف الأسرة، كلمناهم عن المؤتمر وليه احنا عاملينه. الناس كانت مرحبة جدا وناس كتير قررت تحضر معانا. المؤتمر السنوي الخيري لأسرة CBS بيقام كل سنة بهدف دعم مرضى السرطان وتوصيل هدف الأسرة لأكبر عدد من الناس، ودي نسخته الثالثة واللي كانت مختلفة عن كل النسخ السابقة لأني كنت من منظمينها. المؤتمر استضاف سبيكرز كتير مهمين ومؤثرين واتكلموا في أهمية دعم مرضى السرطان بشتى الطرق وحكوا قصصهم الملهمة. بدأنا اليوم بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم مع القارئ عمر ضياء الدين وصوته الجميل. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. بالمناسبة شخصيته جميلة جدا زي صوته بالظبط. وافتتحنا اليوم بكلمة عميد كلية الطب وكلمة وكيل ووكيلة كلية الطب في جامعة المنوفية. بعدين حكى لنا دكتور حاتم ستين طبيب الخيول المصري العالمي عن قصة كفاحه من أول ما دخل كلية طب بيطري لحد ما وصل لأعلى مكانة والصعوبات اللي واجهته في رحلته. تاني يوم ما اتقابلت ما رحتش، وصاحبي ده مكلمني كان هو معايا اتقابل، قال لي انت ضيعت مستقبلك. قلت له يا اخي انا مستقبلي مع الخير، انا عايز حاجه ليها علاقه بالخير. بعدين انشد معانا دكتور محمد مغاوري انشودات جميله. انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي. بعدين اتكلم معانا دكتور عبد الرحمن عبد المنعم المشهور بمنعم على السوشيال ميديا وحكى لنا قصه وصوله لكليه الطب، وكانت قصه مؤثره جدا وختمها باقتباس جميل جدا. انه الامل شيء جميل ممكن يكون اجمل الاشياء ومفيش شيء جميل بيموت. بعدها انشد معانا صاحب الصوت الرائع المنشد انس عبد الستار. ارجعي يا نفس وتوبي من ضياعي من ضلالي. بعدين اطلع علينا محمد عجمي بكلمه جميله ومؤثره. نفسي اخش كليه طب بشري، انا كان نفسي اخش كليه طب بشري وكنت بحلم ان انا اخش كليه طب بشري. بدات السنه من اول شهر 8 بذاكر، مذاكره رايح جاي رايح جاي رايح جاي. الطاقه بتاعتي خلصت في شهر واحد جه شكرا بطل شكر الله سعيد قفل الكتب. بدات اذاكر تاني في شهر 5. وعشان ما نطولش اكتر من كده استنوا الجزء الثاني من المؤتمر مع سبيكرز مهمين جدا ولقاءات مع الحضور ورأيهم في المؤتمر. سلام.